أعزائي محبين قناة ديزابيك، مرحبا بكم. الآن رانا أمام هذه البناية الكولونيلية القديمة، هي المسماة بدار الفلاحة. كانت تسمى قديما في العهد الاستعماري لا ميزون دو لاغريكولتور، وفي بعض الوثائق كانت أيضا تسمى ب لا ميزون دي كولون، أي دار المعمرين. إذا هذه البناية دشنت سنة 1930، وقصتها يعني لماذا أنشئت وما هي أهدافها وكيف يعني كانت هذه البناية. العفو والغفران نسأل يا مالك الملوك، يا الله يا رحمن. قسنطينة. فالقصة هي أنه لما الاستعمار المستعمرين الفرنسيين لي كولون عملوا أموال طائلة، وكانوا إقطاعيين من الفلاحة في كل الشرق الجزائري، لأن قسنطينة كانت هي عاصمة الشرق الجزائري. فالأموال المكدسة من الفلاحة وكذلك اكتشاف الفوسفات في الونزة في تبسة، وكذلك الخيرات اللي كانت تكدسها هذه الطبقة، فبدأوا يفكروا أنهم يستثمروا هذه الأموال في العقارات. إذا بدأوا هذه العقارات، بدأوا في هذا مثلا هذه في سنة 1930. المهندس المعماري الفرنسي اون جورنو مكتوب، شفناه في الواجهة الأساسية مكتوب اسمه. وكذلك نشاهدوا أنه الفلاحة في هذه الواجهة عن طريق هذه المنحوتات باينة كثير، لأنه هذا النحات ألا فيليب، النحات العالمي المشهور، فقد قام بنحت هذه الأشياء اللي تدل على أنه الكولون فهو إنسان قاوم وكافح من أجل هذه الأرض ونماها. إذن هذه هي المعنى لهذه اللوحات المنقوشة الفلاحية. حاجة أخرى، الشركة هذه كونها هي جمعية فلاحية. شكون هو رئيسها؟ رئيسها هو موريس بونفوا. شكون هذا موريس بونفوا؟ هو إقطاعي كبير، هو رئيس الجمعية وهو الآمر الأول فيها. وموريس بونفوا معروف بأملاكه، عنده أملاك كبيرة شويه الكيلومتر الخامس إلى غاية شعب رصاص، ومعروفة بمنطقة بونفا. هو تحريف لكلمة بونفوا، موريس بونفوا صاحب هذه، يعني واحد من ملاك هذه العمارة. الشركة اللي قامت بهذا البناء هي لوي غراسي المقاول، وكذلك النحات المشهور ألا فيليب هو الذي قام بهذه التشكيلة من الرسومات على الجدران. كان الكولون حوالي 15,000 معمر في الشرق الجزائري، واستثمروا أرباحهم في العقارات. هنا أيضا مثلا هناك بنايات، هذا البناية اللي أمام فندق سرطة هي للإخوة كوكي، هما 3 إخوة من مالطا. استثمروا أيضا في المسرح الجهوي، بناو المسرح، بناو أيضا توسعة لفندق سرطة. وكذلك عنده كاين العديد من مثلا مخازن عين عبيد للحبوب والكثير من الأشياء. الشركة التي كانت تنتج هذا الإسمنت وهي إنيبيك، وكان في ذلك الوقت كانت شركة رائدة وعندها العديد من المشاريع هنا في قسنطينة وفي الشرق الجزائري وغيرها أيضا. إذا نتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما تنسوناش من الدعم واللايك والاعجاب، وشكرا لكم. العفو والغفران نسأل